كده عكسكم بقى علشان ما نخبطش في هنحاول نفصل التربة عن القصيص. بصوا هضغط كده خفيف خفيف، طبعا انا لو قلبت كده هخبطكم، بس انا بضمن ايه، بضغط على الجناب كده علشان اكسر التربة اللي مكبسة مع بعضها، وهحاول اشد كده اهي طلعت. تارارا، بصوا طلعت ازاي حلوه جدا. انا بقى عايزه ايه، عايزه افصل الخلفات دي الصغير ده كل ده عن الام. هم دلوقتي اتفطموا لان بصوا طالعين ازاي بعيد عنها، مش طالعين فيها يعني. بصوا نحاول اقفل لكم كده، ادي الجذع الاصلي، وبصوا دي طالعه بعيده عنها ازاي، مش جنبها، مش لازقه فيها، طالعه منها هنا، لا ده طالعه من هنا، فده معناته ان ممكن نقسمها عادي. طيب بالراحه كده هنحاول. الورق طبعا ده كله والسقان القديمه ده هيترمى في الزباله، هحطه في الناحيه دي كده، وبالراحه جدا عشان ما نعملش بس دربكه جامده. احاول اشيل كل بقى التربه دي. هاي اهلا وسهلا بيكم، مشرفينا في اللايف. شكرا جدا على وقتكم، ان انتوا اخدتوا من وقتكم تيجوا تتفرجوا معايا او تيجوا تتفرجوا على التربه اللي جوه. فهحاول اقسم التربه دي نصين. انا عارفه ان الموضوع ان حد يشتغل في تربه زي كده مش كل الناس بتحبها، بس دي تربه نظيفه، دي تربه بتموس وبرلايت، مش طينه زي ما الناس بتتخيل اللي هو في زرع اللي بيجيبوه من المشاتل. خصوصا لو زرعه رخيصه بيحطوها طبعا في طين، لان هو مش هيكلف نفسه يجيب لك بتموس الماني بقد كده في قد كده. يعني دلوقتي الكيلو الألماني ممكن يوصل 20 جنيه أو 30 جنيه، بعد ما كان بيتجاب ب5 و6 من 3-4 سنين. بصوا وانا بحاول افك التشبيك ده. بصوا هي مشكلة ان كل ده ماسك في بعضه جدا. لو اتقطع حاجة زي كده خلاص عليه العوض، بنحفز النبات تاني ان هو يطلع جذور جديدة. اوكي بصوا الحتة الجاية دي اهو، انا عايزة اخش دي، هعمل كده وهحاول اسندها كده. هي عايزة اكتر صعب. نحاول اخش كده. بصوا كام كلاستر موجودة، يعني حبة حلوين. اهي اول خلفة اهي طلعت وطلعت لها جذور. بصوا اهي، وانا طلعتها. بصوا بقيه البتاعه فيها جذور ازاي، هتعيش حياتها عادي. دي بس اللي انفصلت، هبتدي تطلع اهي ورق، واهم حاجه واخده ايه، جزء من الجذور. فانا لازم نسبه وتناسب، ده اول حاجه. ثانيا لما التربه تبقى كتيره حوالين الجذور، يعني البوت كبير قوي وهي حواليها تربه كتير، تربه كتير يعني ميه كتير، يعني جذورها تعفن. فيستحسن ان ايه، ان احنا نحط بوت على قد الزرعه ونكبره عادي. بعد كده مش هيحصل اي حاجه لما بعد 2-3 انقلها لبوت اكبر، لكن ما احطهاش في بوت مقاس 25 وهي مثلا محتاجه 15 أو 13. تربه كتيره حواليها، ميه كتيره حواليها،
التربه هتاخد وقت عبال ما تنشف، هتقوم معفنه الجذور. الجذور عفنت، الزرعه باظت خلاص. لازم بقى تطلعها وتشيل التربه وتغير التربه وتقص الجذور وتحاول معاها. ليه نبوظ الدنيا بدل ممكن احنا نسيطر على الموضوع من الاول؟ اهو بصوا. ولما تكبر شويه زياده ممكن ازود حبه تربه اكتر عشان تثبت في مكانها اكتر، تكبر اكتر، اقوم سحباها زي ما عملت في الكبيره خالص في الاول، واقوم حطها في بوت اكبر وازود زياده. هنبتدي نرشها ميه وهنحطها في شمس، اللي هي بيقول عليها شمس مغربله، او بمعنى اصح لو عندكم شباك زي كده تحطوه وراها هتبقى حلو، او تطلعوها وقت المغربيه الشمس تبقى هاديه ولطيفه كده، او وقت الفجر. يعني انا ساعات كتير بطلعهم من بالليل، اسقيهم على المغربيه واطلعهم بالليل، تاخدوا حبه شمس الصبح لغايه الساعه 11 كده وادخلهم كلهم في مكان دول. ده احسن حاجه للكاردلاين. لو حطوها تحت الشمس كل الطروف دي تتحرق. هو نبات حساس جدا، فلو هتتحرق من هنا اهوت خلاص كده النبته شكلها باظ. فاحسن حاجه ان انتوا تيجوا تحطوها في الشمس، ودي حاجات مهمه جدا. شمس الصيف ما تطولهاش خالص، يعني فعلا المغربيه يعني مثلا على الساعه 7 كده او 6 طلعها، تاخد الساعتين اللي هم قبل المغرب، او الصبح بدري نسيبها من قبلها بيوم بالليل، وتطلع على اول ما يطلع الفجريه كده بحبه شمس. احنا عارفين الشمس هنا بتبقى موجوده، الشمس بتبقى ضعيفه وخفيفه كده، فتلحقها ايه، تاخد منها حبه شمس تبقى جميله. طب السقي، الكوردلاين من الحاجات اللي ما بتحبش تتسقى كتير، يعني لما تسقوها كتير جذورها تعفن، لكن لما تطنشوها وتسقوها لغايه لما التربه تبقى 70% او 80% ناشفه تبتدي تطلع خلفات. ده كده نتيجه اهمال من الاخر. يعني انا كنت مسافره وطنشت ان انا اسقيها كذا مره، فراحت ايه ابتدت تطلع خلفات. ليه؟ بتقولي انا هنا خلي بالك عليا، انا بطلع خلفات ومنتجه وشكلي جميل وبلبل بياكل ورقي، فاللي هو ايه يعني مالكيش حجه، لازم ايه تدلعيني وتسقيني وكده. فعلا ابتديت اسمدها وكده اهوت، فالكل الصغير اللي طالع ده ابتدى يكبر يكبر يكبر. وبقت بصوا مطلعه كام خلفه.